مرحبا بكم مع أمولة غسيل الغرايف، طريقة جديدة ناجحة وسهلة زادا كيف كيف. ما تنساوش يا جماعة لايك وبارتاج، نمشيو مع بعضنا نشوفوا الطريقة. أنا باش نحضرها لفطور الصباح، ما نعرفش كي شاركتها معاكم قبل، دونك أنا حبيت نحضرها لفطور الصباح، قلت بوركوا با نبارتاجيها معاكم. هوني خذيت معناها نقيسو بالكيس هذاك 100 غرام، دونك 3 كيسين سميد أرطب دقيق ناعم، وكيس معناها فرينة، ساشي خميرة متاع الخبز، مغرفة سكر، وبنفس القياس يعني متاع الكيس هذاك باش نضيفوا الماء وتشوفوا تباعا. باش نضيف زاده كيف عظمه، هذاك علاش قلت لكم، ولا بيضه كامله، كاش قلت لكم طريقه سهله وجديده زاده في نفس الوقت. انا الحقيقه عجبتني، جربتها وقلت يلا ديما معناها ديما نعتمدها كي نحضر الغرايف. خذيت 4 كيسين ماء كما شفتوا، عملنا 3 سميد وكيس فرينه قدهم، حطينا 4 كيسين ماء. الماء راهو لازم يكون دافي، ما يكونش بارد والا معناها سخون برشا، يكون دافي. بعد ما خلطت الكل بالروبو بالباتور اللي تحبوا نتوما، ضفت زاده كيس ماء. معناها بالنسبه للماء استعملنا 5 كيسين، ساشي سامحوني خميره نتاع الحلويات، ورشه صغيره ملح. نحضروا المقله نتاعنا، انا خليتها 15 دقيقه العجينه ترتاح، الخليط نتاعي يرتاح، ومن بعد نحطوا المقله نتاعنا ما تلصقش، والا كانت تلصق تنجم تدهنوها بشويه زبده. ونبداو بالطبيعه نطيبوا الكعبات نتاع الغرايف نتاعنا. بطبيعه الحال لازمنا نشوفوا معناها العجينه، ما عادش نشوفوا العجينه معناها هذيك طابت، راهو نعملوها على جهه واحده مش على جهتين. هذاك علاش حتى ما حبيتش نسرع هوني، حبيت نخليكم تشوفوا يعني هكا بدات تطيب هكا في معناها بين الجناب وكل. يلزمنا فوالا لازم هكا ما نراوش يعني حتى طرف عجينه تكون الكريب معناها الغرايف نتاعنا حضرت. نكملوا الخليط نتاعنا الكل بنفس الطريقه. انا نخير نسميها الحقيقه غرايف ماهيش كريب ميلترو، كما الطريقه اللي ديما نعتمد معناها الطريقه الزمنيه شاركتها معكم، تنجموا تشوفوها زاده كيف كيف في الفيديوهات اللي سبقوا على قناتي على اليوتيوب اسمها كيتشن امال تونيزيان. اليوم طريقه جديده حبيت نبارطاجيها معكم، جربتها برشا مرات وليت ديما نعتمدها، وقلت نصورها معكم. كما قلت لكم نسيت، ما نعرفش كي صورتها معكم قبل، هاكا سي لوكازيون بقدره ربي نتوما زاده تجربوها. كملوا بالطريقه الكل كعباد. انا ابن غرايفه عندي بزيت زيتونه والعسل، وانتم قولوا لي في التعليق بالطبيعه، تقولوا لي كان تحبوها كيفي والا بطريقه اخرى والا بالزبده والعسل كما تحبوا. ننتظر تعليقاتكم اللي تشجعني ديما في كل مره نرجع معكم بنه جديده. حبيت نبارطاجي معكم روسيت خفيفه سهله بنينه، والاهم انها ناجحه. طريقه جديده نحضروا بها الغرايف. شوفوا هوني قديش خفيفه، ما نحكي لكمش وقديشها بنينه، هاكا التصويره تحكي وحدها، روعه روعه روعه. ان شاء الله تجربوها بالطريقه هذه اللي بارتاجيتها انا معاكم، واكتبوا لي في التعليقات رايكم فيها، لانها انا جربتها وعجبتني، ولي ديما نعتمدها كي نحب نحضر الغرايف. كميه ما شاء الله كما قاعدين تشوفوا، خير وبركه كما ديما نقول لكم. ما عليكم كان تجربوا هالغوسيت خفه وبنا لفطور الصباح والا حتى للعشويه. ما تنساوش يا جماعه لايك وبارتاج، نشجعوا بعضنا هكا، وسورتو نبارطاجيو الفيديو باش نفيدوا الناس الكل. في امان الله، غرايف بطريقه جديده باي اموله، بسلامه.